بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. هنعمل الطبق الجميل ده سوا. طبق مشويات، المشويات ما بيختلفش عليها اتنين. هنعمل فراخ مشوية بتتبيلة الحادي. تعالوا بينا بقى نشوف التتبيلة القوية دي ايه. هنجيب طماطمتين، وهنحط بصلاية متوسطة كده، وثلاث فصوص توم، وقرن فلفل، ومعلقة صلصة، وكمان عصرة ليمونة كبيرة كده، ومعلقة خل كبيرة. معانا بقى البهارات: فلفل أسمر، كمون، كزبرة، 7 بهارات، وجوز الطيب. هننزل بيها كده على باقي المكونات. وهنجيب بقى يعني علبة زبادي كبيرة، وهنحط الملح ونظبط الملح بتاعنا، ونبدأ بقى نفرم التتبيلة دي كلها بالهاند بلندر أو بالخلاط. طبعا انت ممكن تضاعفي الكمية على حسب كمية الفراخ اللي انت تستخدميها. انا هنا عاملة فرخة واحدة، يعني المقدار ده ينفع قوي فرخة واحدة. بعد ما افرمه بالشكل ده والقوام بتاعه كده، هبدأ بقى اجيب الفراخ بتاعتي. وطبعا انا نقعاها في محلول الملح والدقيق والليمون والمية، ومظبطاها وغسلها كويس، ومقطعاها ومشرحاها بالشكل ده. حتى الدبوس شايفين فتحاه كده عشان التتبيلة تخش فيه، كمان عشان يستوي كويس. حتى العرضية بتاعت الورك برضو مشرحاها بالشكل ده. هنزل بقى بالتتبيلة على الفراخ، ونسيت اقول لكم، نسيت شوية زيت بقى نحطهم، مش مشكلة في الاخر. دول يجي 4 معالق زيت. وادلك بقى الفراخ، ادلكهم بقى تدليكة كويسة كده بالتتبيلة لحد ما تتنغنغ جواها، وحطها في التلاجة على الاقل ساعتين. يا ريت تكون قبلها بليلة. انا حابه طبعا اشوي على الفحم. طبعا انتوا عارفين الفحم بيدي طعم جميل للشاي. ممكن طبعا تشويها في الفرن، تحطيها في الفراير، تعمليها على جريل. بس انا النهارده هعملها على الفحم. ولعت الفحم وخليته صافى خالص، وبعد كده حطيت الشبكه. اول ما تسخن الشبكه بنزل بقطع الفراخ. واول ما احس كده ان الفراخ بعد دقيقتين 3 اتشمعت شويه بقى لونها ابيض سنه، هبدا اقلب فيها. هقلبها بقى كويس كده كلها، وكل دقيقتين 3 اقلبها على الوش التاني. طبعا انت لو مش عندك فحم ممكن تولعي خشب وتسيبيه يصفى خالص، وبرضه هيبقى زي بالظبط الفحم، وهتقدري تشوي الفراخ بتاعتك كويس قوي. كل 3 دقايق بقعد اقلب فيها كده، ولقيت مثلا حته اتحمرت بحاول انقلها في حته تانية، واحط الحته اللي ما استوتش في المكان بتاعها، وهكذا. لو مفيش هوا ممكن تهوي بالهواية، بحيث الفحم يدنه ساخن ويسوي اللحمة بتاعتي. وقرب بقى ما الفراخ بتاعتي تستوي، وهي داخلة كده على السوا، هجيب تتبيلة من التتبيلة بتاعتي، وهعملها كده بالفرشة وادهن بيها قطع الفراخ. ليه بقى كده؟ بعزز طعم التتبيلة على الفراخ، وبخليه الطعم باين فيها قوي. وكمان بطار الفراخ بيها. الزبادي مهمة جدا في التتبيلة دي، لأن الزبادي بيطر الفراخ المشوية. بنفس الطريقة برضو بعد دقيقتين هقلب على الناحية التانية، وادهن برضو بالفرشة التتبيلة بتاعتي على الفراخ. شي الفراخ على الفحم ده يعني مزاج، يعني حاجة كده انت بتطلعي تعمليها على السطح مثلا، او في البلكونة بتاعتك، وانت يعني مزاجك عالي كده، فيها متعة، كفاية الريحة اللي طالعة منها. أو زي ما انتوا شايفين هبدأ أتبل برضو، وادهن الناحية التانية من الفراخ. هقلبها بقى الناحية التانية برضو،
واسيبها دقيقتين وكده الفراخ بتاعتي استوت تماما. تعالوا نشوف كده سوا. شايفين قطعة الفراخ عاملة ازاي؟ لا هي محروقة ولا فيها اي حاجة، ومستوية كويس جدا. شايفين لونها تحفة. ممكن تعملي بقى شوية رز بسمتي كده جنب الفراخ المشوية، وممكن تاكليها بعيش وسلطة خضراء وطحينة على حسب ما تحبي. هرفعها بقى كلها من على النار. لقيت قطعتين تلاتة كده مش مستويين قوي، سبتهم شوية، وبكده الطبق بتاعي يكون جاهز للأكل. شايفين لون الفراخ كلها لون موحد وجميل، ومش عايزة اقول لكم طراوة الفراخ عاملة ازاي. تعالوا بقى ندوقها سوا. شايفين قطعة الفرخ عاملة ازاي؟ مستوية كويس قوي من جوه، ومحمرة من بره، وجميلة وجوسي، وبالطراوة اللي فيها اللي التتبيلة مخليها تحفة. حطيتها بقى كده في الطحينة وكلت منها. صراحة ما كنتش عايزة اسيبها لما اخلصها للاخر. نفسي كلكم تجربوها وتقولوا لي رأيكم فيها. وإن شاء الله نتقابل في وصفة تانية جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.